السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. النهارده طبعا دي اساسي ورسمي في الشتاء، المحوجه القرصه الصفراء ايا كان ما بتقولوها ازاي. ان شاء الله هتعملوها وتعجبكم، بس لما تعملوها وتعجبكم وتعتمدوا الطريقه دي استاذنكم تبقوا تقروا الفاتحه لامي وتترحموا عليها، عشان هي اللي كانت بتعملها حقيقي حقيقي بجد، لا قبلها ولا بعدها، لا دقت قبلها ولا دقت بعدها. وجبة كاملة متكاملة وهتعجبكم جدا. بسم الله ونبتدي المقادير. دول 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشة ملح، طبعا دقيق متعدد الاستخدامات ومنخول. وهنا هو تلت كوباية من السمسم، وكوباية الا ربع من السكر. ودي بقى ايه؟ 3 معالق كده كبار من ايه؟ دي حاجة اسمها تحويجة، مش مغات مش مغات مش مغات، انا ما علقتش، انا باكد. دي حاجه اسمها تحويجه او قرطاس، بنروح عند العطار، ويا ريت ما يكونش عطار كده حديث ولا حاجه، لا عطار يكون من اللي هو يعني مخضرم، هو هيديها لكم وهو عارف. وربع كوباية من حبة البركة، ومعلقتين 3 من جوز الهند، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنا اهو كوباية الا ربع من الزيت، عليها ربع كوباية من السمنة هيتقدحوا كويس جدا، ونص كوباية من العسل الاسود. يتقدح كويس جدا الزيت والسمنة، وننزل بيهم على الدقيق والسمسم ورشة الملح الاول. اوكي، بعد ما سخنتهم كويس ورحت منزلاهم وعملتهم زي طريقة الكحك بالظبط، هنمسكهم ونفركهم كده او نبسهم مع بعض علشان الدقيق يكون اتشرب كل السوائل دي، واضمن كمان انه هتطلع ناعمه وحلوه قوي بجد. شايفين المنظر؟ خلاص هو شرب كله. ابتديت بقى احط الخليط بتاع المحوجه والحاجات دي كلها، وابتدي بقى ايه، مش هنعجن، خلي بالكم ما بنعجنش، احنا بنمسكهم بقى كلهم كده، بس ايه، بنخليهم يتوزعوا بطريقة صح من فوق لتحت كده، واضغط ضغطة بسيطة. بعد كده هبتدي اضيف السكر العسل بتاعي. بصوا شايفين ايدي عاملة ازاي اهو، زي الكماشة كده ماشية، ألم 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 زي ما بنعمل البسبوسة كده أو البسكويت أو الحاجات دي كلها. انا مش عايزه عجن عشان يا جماعه ما تطلعش منكم قاسيه وما تطلعش معيشه. طب اعرف منين؟ خلاص هي كده ان انا مش محتاجه اي سوائل تاني، هي باذن الله مش هتحتاج اي سوائل. اكورها كوره اهو. بصوا الكوره مسكت نفسها، ما بتفولش مني، مش عامله هي قطعه عامله ماسكه. لو اتزنقنا قوي فيها يعني ولسه مش راضيه، يبقى نحط ايه، معلقه صغيره ميه، تمشوا كده بالمعلقه ايه الصغيره. متفقين؟ لو ده ايه اتزنقنا. خلصناها خلاص واتأكدنا، هنروح جايبين الصاج بتاع الفرن. ده صاج تقريبا 30 في 40، والمفروض ما بندهنش، بس انا ايه ماشيه على مبدأ من خاف سلم، بندهن دهنة زيت وبحط ورق الزبده بتاعي عشان ما اتعبش في تنظيفها. وبعد كده ببتدي احط المحوجه بتاعتي وارصها كده. طب لو ما عندناش بقى صاج فرن هنعمل ايه؟ اهم حاجه ان السمك بتاعها يكون نص عقله صباع، ده اهم حاجه. فتعملوها بقى في صينيه مدوره، في صواني البسبوسه اهم حاجه ان هي تكون نص عقله صباع. بعد كده افردها واعمل ايه عشان اتاكد كله حاجه من الاتنين، يا اما بالكوبايه زي انا ما عامله كده، يا اما بالنشابه الصغيره دي برضو زي ما انا عملت. طبعا انا عملت بالنشابه، بس اهم حاجه الكوبايه، بقول لكم هنا اهو ان الكوبايه ما تكونش فيها رسومات عشان ما تطبعش زي ما انا حصل معايا كده. تكون الكوبايه كده الستريت ما كلها شكل واحد، نقدر ايه نضغط عشان ما تبقاش حته عاليه وحته مليانه. بس انا في حقيقه الامر يعني خليت جزء كده عشان انا بحبها مقرمشه، خليت جزء كده هو اللي رفيع شويه، وبعد كده ايه عملتها الباقي كله مستوى واحد. طيب قبل ما هندخلها الفرن، طبعا الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، شغال فوق وتحت لو كهرباء، لو غاز شغال من تحت بس. وهنبتدي نقطعها الأول بالسكينة كده قبل ما تدخل، قبل ما تتسوى. اتفقنا؟ قطعوها بقى التقطيعة بالطول بالعرض بالورب زي ما انتم عايزين. خدت مني قد ايه؟ خدت مني بالظبط 22 دقيقة، وبتطلع طريه على فكره، ما بتطلعش ناشفه. واول ما بتطلع كده بس نسيبها ايه دقيقه ولا دقيقتين، عشان طبعا دي اصلا اكله شتويه او حلو شتوي، ف الجو اصلا بيبقى شتا وسقعه. بنأكد تاني على التقطيع وبنمشي عليه بالسكينه طول وعرض زي احنا ما ماشيين بالظبط، علشان بس افصلهم. بصوا بقى شكلها، طبعا هي كده دلوقتي بقت دافيه، اقدر امسكها في ايدي. بصوا شكلها طالع عامل ازاي. يعني انا ما حبس ان هي تكون سمك اكتر من كده علشان ما تبقاش معاكم تحسوا ان انتوا بتاكلوا كيك، انما هي دي حلاوتها في رفعها. على فكره وجبه كامله متكامله غذائيه للكبير وللصغير، فيها كل حاجه، تقدروا تفطروا بيها، تقدروا تتعشوا بيها، مش هتحتاجوا اي حاجه تاني مع كوبايه الشاي بتاعتكم. شايفين الجمال؟ بجد بجد الريحه والطعم ملهمش حل.
اتمنى ان الفكره تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لو عجبتكم واعتمدتم الطريقه ولقيتوها حلوه بجد تقولها الفاتحه وتترحموا عليها. اشوفكم في فيديو تاني، متنسوش اللايك الشير الكومنت السبسكرايب. اقول لكم سلام عليكم.